يا صباح الفل والياسمين على المتابعين المحترمين في كل مكان، ومساء الخير لو بتشوفيني بالليل. حابة في أول الفيديو أشكر كل الناس الجداد عندي، والناس اللي قدام طبعا اخواتي وحبايبي وعلى راسي من فوق. لو انتي لسه متابعة جديدة عندي على راسي من فوق اكتبي لي كومنت انك جديدة عندي، وان شاء الله هرحب بيكي وهدخل اعمل الواجب عندك طبعا اكيد. زي ما شرفتيني لازم ادخل ارد الامانة عندك. النهاردة هنبدأ بمعونة ربنا. يوم كده هو كان فيديو قديم عندي خالص ونسياه، فلقيته عندي لسه بسجل بس عليه الصوت، لكن هو كان متظبط بس عايز صوت. اليوم ده روتين عادي خالص، يوم السوق كده عندي. رحت طبعا السوق، وفي الاول خالص قبل ما انزل السوق طبعا كنت غليت اللبن، واللي عايز يفطر طبعا فطرته وكده. ورحت بقى نازله توكلت كده على الله ونزلت على السوق. خطوات بقى لازم تاخدي بالك منها كده، وافكار تحطيها في دماغك وانت نازله السوق. ان انا مش هجيب كل اللي يقابلني، مش كل اللي يقابلني في السوق عايزاه، ومش عايزاه اروح اضيع فلوس فيه. لا، الفلوس اللي هنضيعها فيه ممكن نوفرها في حاجه نجيب بيها تفريزات تفضل عندي في الفريزر. مثلا في يوم ما عنديش حاجة هطلعها، في يوم مثلا عايزة طبخة جنب حاجة برضو تكون حاضرة عندي اطلعها. مش لازم تكون متفرزة عندي بالسنة. لو لسه هي اصلا موجودة في السوق بجيب كمية، مش كميات كبيرة، يعني تطلعي من مصروف السوق مثلا احنا جبنا بقى اللي يلزمنا وعايزينه ضروري، اللي هنمشي نفسنا بيه طول الاسبوع. فاهميني؟ فمعايا فلوس فايضة، فبروح بدل ما اقول لا انا اجيب الحاجة ديت وازود، لا واجيبها واسيبها في التلاجة تبوظ عندي يبقى حرام عليا. لا، هجيب مثلا 5 ربط ملوخية دولت في مرة. مثلا هجيب شوية طماطم اعملهم برضو يكونوا عندي في الفريزر مرة. اجيب مثلا كام كيلو مانجا، لو حتى كيلو برضو ما تستهزيش بيه، هيبقى عدى عن دماغك. وافتكري ان لو دخل عليك ضيف ولا حاجة اقل حاجة هتعملها تسحبي الكيس وتيجي عاملاه. كده بدأنا كده بالطماطم. مسكتها طبعا وعملت الغدا كده، بوريكم ان انا عملت غدا كده برضو جنب الشغل. برضو ما فوتش اليوم ده، ولا قلت مثلا أنا النهارده مشغولة وهدت حلو كده سوق وتفريزات وكده فمش هينفع اعمل اكل. لا طبعا، جنب التفريزات حطيت اول ما جيت من السوق رحت على طول معلقة على الاكل. وبعد كده بدأت اشتغل في التفريزات جنب الاكل كده. طبعا الطماطم ديت انا عملتها معاكم قبل كده في فيديو مفصل لوحدها، هقولها طبعا تاني عشان الناس الجداد عندي. الطماطم بجيبها اغسلها كويس خالص، وبعد كده بنقعها في شويه ميه بخل، وبعد كده بشطفها من الميه بخل وامسكها اقطع الحته الخضراء اللي فيها واحطها في حله وارفعها على النار واسيبها تغلي لحد ما تستوي خالص. وبعد ما تطلع، بعد ما تخلص سوا تبرد شوية وابدأ اضربها في الخلاط واطلعها. حابة تصفيها هتصفيها وتشيلي الكيس على قد المرة، على قد الطبخة تطلعيه مرة واحدة، مش تاخدي منه حبة او حتة وتردي الكيس على قد المرة. ويبقى كده خلصت معايا الطماطم. دخلنا كده على الملوخية. بقطف الملوخية وبغسلها برضو كويس خالص وبنقعها في شوية مية بخل برضو، وبعد كده بشطفها من المية بخل واكون حاطة حلة على النار فيها مية كده بتغلي، واحط فيها معلقة من السكر، لان السكر ده بمثابة مادة حافظة. وببدأ كده اسقط الملوخية، مش بسقطها كلها مرة واحدة، لا، علشان تاخد راحتها كده وتاخد صدمتها كويس. تاخد يا دوبك غلوة واحدة وبرفعها بالمصفى. باخد كده مصفى كده، واكون محضرة معايا طبق فيه مية ساقعة بتلج. المية بتلج ديت بتديها صدمة وبتخليها تفضل محتفظة بالخضار بتاعها كده من السنة للسنة. وبعد كده بعد ما بتبرد خالص في المية بتلج ديت باخدها اضربها في الخلاط او بالهاند بلندر. مش حابة الخطوة ديت، بتسيبيها تتصفى خالص وبتعبيها زي ما هي كده ورق في اكياس، وبعد كده تطلعيها على الاكل. ما بتسيبهاش تفك عشان ما تسمرش منك.
بتحطيها في الخلاط على طول مع شوية شوربة على قد المقدار اللي معاكي، وبتضربيها زي ما انت عايزاها ناعمة عايزاها خشنة، في الخلاط بتطلع معاكي زي ما انت حابة، وبتديكي برضو افضل نتيجة، وبتفضل خضرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده انا بكمل كده عمايل الملوخية لسه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كل قصدي من التفريزات ديت انك ما تزنقيش نفسك، مثلا داخل عليكي موسم مانجا بامية ملوخية تقولي مثلا انا هجيب فلوس لده كله منين. لا، لو كل سوق هتفضلي تدبري مثلا 20 جنيه في 20 جنيه تنقصيها مثلا من فلوس السوق، بس ما تنقصهاش مثلا من حاجة انت عايزاها ضروري في البيت. لا، ربنا بيدبر بإذن الله. مثلا السوق ده متوفر عندي حاجات يا دوبك هكمل حاجات بسيطة عليها، فببدأ اجيب التفريزات. يعني انتوا لو شايفين كده في حاجة السوق انا كل اللي جبته إيه بطاطس وتين وعنب وليمون. ففلوس السوق بقى اللي اتبقت معايا رحت جايبة بقى الحاجات ديت. مش هكدب عليكم واقول لكم ان انا جايباها كلها بسعر فوري. اللي انا جايباه فعلا من فلوس السوق الملوخية والبامية والفلفل الالوان، لكن المانجا كنت دفعت جزء من فلوسها مع حد بتعامل معاه يعني وعارفني وواثق فيا وكده، فجبت منه ديت كانت كرتونة مانجا. يعني لو عندك حد بتتعاملي معاه وعارف معاملتك وواثق فيكي، ممكن تديله جزء من الفلوس وتبقي الجزء التاني مثلا للسوق اللي بعديه. معايا كده البامية برضو غسلتها غسلة كويسة خالص، وهسيبها تتصفى كده، وهغسل الفلفل الالوان. كده همسك الفلفل الالوان اغسله غسلة كويسة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا فرشة انا مخصصاها للخضروات بس كده والفاكهة. بدأت كده اغسله كويس من اي اتربة عليه. وطبعا التفريزات ديت بتنفعنا خالص، النفع ربنا بتنفعنا خالص خالص. بيجي علينا ايام ان احنا محتاجين حتى لو قطعة صغيرة من اي حاجة. كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهوت. جبت البامية وبدأت كده احطها تنشف كده عشان اعرف امسكها وانا بقمعها. حابة انتي وهتعرفي تقمعيها على طول عادي، انجزي في وقتك وقمعيها على طول. بعد كده انا حطيت لها المقطع ده طاير مني برضو مية بسكر زي ما شفتوا كده، زي ما عملت الملوخية بالشكل ده. ديت صورة طبعا. وسقطتها كده خدت يا دوبك غلوة، ورحت مطلعاها على مية بتلج كده، وبطلعها طبعا تصفي كل ميتها، وبعبي الكيس كده على قد برضو الأكلة. عفوا. كده معايا المانجا برضو غسلتها. انا بوريكم ان ده النوع اللي بيتفرز انها الزبدية، نوعية الزبدية ديت وانا ساعات كنت بفرز النعوم، بتبقى برضو حلوة نوعا ما. لما ببقى ملحقتش بقى الزبدية كنت بعمل نعوم وخلاص. كده اهوت. بدأت اغسلها برضو غسلة كويسة، بنغسلها كويس لان هي نازل عليها زي عسل كده، بيبقى برضو عليه زي رمل، فلازم اغسلها كويس خالص من الرمل والعسل اللي نازل عليها ده. وزي ما قلت لكم ما بتزنقيش نفسك. عرفتي توفري من فلوس السوق عرفتي، ما عرفتيش ما تزنقيش نفسك. او مثلا محتاجة حاجة في الاسبوع ده ما بتجيبهاش علشان تاخدي فلوس للتفريز، لا طبعا. بتاخدي بقى مثلا بتوفري 20 جنيه زي ما قلتلك. هتقولي ال20 جنيه بتجيب ال20 جنيه ممكن تجيبلك اصلا الملوخية تفرزيها مثلا طول لطول السنة. ما تستغربيش لان الملوخية رخيصة، هتجيبيها مرة واحدة وتعمليها مرة واحدة وخلاص. كده بدأت اقشر فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
وانا هعملها على ايه، على 4 اشكال. يعني هعمل منها قطع صغيرة بتنفع ايه للطرط، للكنافة بالمانجا وكده، وللكيكات والكلام ده. وهعمل ايه شرايح كده اربع. إيه طبعا المقطع برضو ده طاير مني لانه فيديو قديم، وانا كنت ايه بحذف على طول، ففي مقاطع ايه اتحذفت. و... والقطع بقى باخد ايه الوش ايوه زي ما قطعت كده القطعة ديت، والقطعة كمان اللي زيها من ورا بحطهم برضو في علبة لوحدهم. حبيت اقطعهم ما حبيتش وحبيت استعملهم على كده، هستعملهم برضو ايه على كده. كده القطعة اهوت. وهعمل بقى علب، وهعمل برضو منها عصير. همسك بقى اعمل منها برضو ايه عصير، اكياس للعصير. وهمسك برضو الواحدة بوحدتها الفها في استرتش راب كده عادي مفيش اي مشكلة، او في ورق حراري برضو بتحتفظ بلونها وبطعمها في الفريزر، ما تستغربوش وبتعيش من السنة للسنة. كده الاشكال اللي انا عملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علب. والفلفل الالوان قطعت منه قطع صغيرة، وقطع للشاورما، وقطع للشيش، ودواير كده تنفع معايا ايه في صواني وكده. طبعا الفلفل اصلا كان ب10 جنيه، وكان كيلو ونص ب10. فلو جبتيلك مثلا السوق ده كيلو ونص ب10، والسوق اللي بعديه كيلو ونص ب10، هتبصي تلاقي برضو عملتي ايه كمية محترمة، وما زنقتيش نفسك ولا حالك في فلوس انك وتنعي الهم انك تشيلي فلوس. كده بوريكم بقى الحاجات اللي انا فرستها. بس طبعا اللي كنت بفرزه كنت بدخله طبعا في الفريزر، عشان كان لسه الجو حر وما ينفعش الحاجة تستنى معايا بره. فكده عملت البامية والملوخية والطماطم والمانجا والفلفل الالوان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكل سنة وانتوا طيبين، وربنا يعود عليكم الايام وانتوا بكامل الصحة والعافية، وبيوتكم عمرانة بالخير يا رب. ويا ريت لو فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. سلام يا حبايبي، مع الف سلامة.